بيبدأ فيلمنا ببراين واللي بيكون واخد هديه وبيروح لبنته كيم بمناسبه عيد ميلادها، وبيكون دايما معتبرها طفلته المدلله مهما كبرت في السن. ولما بيخرج من عندها بتتصل عليه ليني زوجته السابقه، وبتكون عارفه انه كان عند بنتهم وبتساله هيروح فين، فبقولها انه هيروح علشان يحضر العشاء، فبتعرفه انها هتفوت عليه علشان عايزه تاخد رايه في حاجه تخصها هي. وفعلا بيروح وبيبدا في انه يحضر العشاء، وبتدخل ليني عليه وبيرحب بيها وبيقولها تتفضل وبيسألها ايه الموضوع، فبتعرفوا ان هي وجوزها الحالي ستيوارت بقوا في خلاف دايما، وبتقول له مع انه طيب وبيحاول يرضيها لكنه دايما مهتم بشغله ومشاريعه اكتر منها، وبتتكلم معاه وبتعرفوا انها ندمت على انها بعدت عنه من الاول، فبتكلم معاها بعقل وبيقولها ان كده غلط وهتضر نفسها وانها لازم تتحكم في عواطفها لحد ما تاخد قرار في جوازها بستيوارت. ولما بتيجي تمشي بيديها مفتاح شقته وبيقولها انه هيسافر في شغل لمده شهر، فلو حبت انها تقعد مع نفسها علشان تفكر كويس ممكن تيجي تقعد في شقته، وبتاخد شنطتها لكن بتنسى الشال بتاعها وبتمشي. وتاني يوم بيتجمع باصدقائه المفضلين واللي بيكونوا عارفين عنه كل حاجه، ولما بيجي الليل بيتفاجئ بزياره ستيوارت وبيكون مستغرب من زيارته، لكنه بيدعوا له الدخول وفعلا بيدخل. وبيروح براين علشان يعمل له قهوه، وبيشوف ستيوارت صوره مع ليني مراته وبنتهم، وبيلاقي الشال بتاع مراته موجود عنده وبيرجعه مكانه تاني من غير براين ما يشوفه. ولما بيقعد براين بيتكلم ستيوارت معاه وبيقول له انه عارف ان ليني بتتكلم معاه واكيد بتحكي له عن الخلافات اللي بينهم، وبيقول له انه عارف انه راجل محترم بس الخلافات اللي بينه وبين ليني مش هتزول الا لما يختفي هو من المشهد. وبيفهم براين كلامه وبيقول له خلاص ما يقلقش وهو هينفذ طلبه، فبيشكره ستيوارت وبيستأذنه وبيمشي. وتاني يوم بيكون براين رايح شغله، فبتجيله رساله من ليني اللي بتقول انها محتاجاه ضروري في موضوع مهم وانها تستناه في شقته لحد ما يجي، وبتطلب منه يجيب مخبوزات وهو رايح لها. وفعلا بيعدي على المخبز وبيجيب اللي طلبته وبيروح لها وبيكون الباب مفتوح، فبيدخل وبينادي عليها لكنه بيدوس على حاجه على الارض وبتكون سكينه، فبيقلق وبيدخل يدور عليها وفعلا بيلاقيها لكنها بتكون مدبوحه على سريره، وبيشوف النبض وبتكون خلاص فعلا ماتت، وطبعا بيكون مصدوم. لكن فجأة الشرطة بتقتحم المكان وبيقولوا له يبعد عن السكينة ويرفع ايده، فبقول لهم انه مش هو اللي عمل كده، لكنه في الاخر بيقعد على الارض وبيبص على ليني وبيكون حزين بجد عليها. بس قبل ما يلبسوه الكلبشات بيضرب الاتنين بسرعة وبيكتفهم في بعض وبيفقدهم الوعي، وبياخد مسدس منهم وبيبص على ليني وبيسمع رجال الشرطة بيقربوا منه، فبيهرب بسرعة وبينط من الشباك وبيجري وراه واحد من الشرطة لكن بيحاول انه يهرب منه بأي شكل، وبيفضل يتنقل من مكان لمكان علشان يهرب منه. وبيدخل في الاخر جراج وبينزل تحت العربية اللي بيكون تحتها فتحة صرف كبيرة، وبينزلها وبيقفل وراه وبينزل في الميه، وبتقتحم الشرطه المكان وبيدوروا عليه لكن مش بيلاقوه، وبيبلغوا الباقيين ان المشتبه بيه هرب منهم. وبيخرج براين من فتحه الصرف وبيكون حالته متبهدله على الاخر لكنه بيكمل جري وبيهرب. وبيتصل على بنته كيم وبيعرف منها ان ستيوارت مسافر في شغل، وبيبلغها ان امها اتقتلت وان الشرطه بتطارده على انه هو اللي قتلها، وبيقول انه هيختفي لحد ما يعرف مين اللي عمل كده، وبيعرفها انها ما تثقش في حد وما تصدقش اللي هيقولوه عنه، وهو هيعرف ازاي بعد كده يتصل عليها. وبيقفل الخط وكيم بتكون مش مصدقه اللي سمعته وبتبقى حالتها صعبه. وبيوصل المحقق دوستر لمكان الجريمه، وبيكون فريق البحث الجنائي بيشوف شغله، وبيسال دوستر واحد من الضباط وبيقول له مين اللي بلغ الشرطه، قال له انها مكالمه مجهوله وانه تم التبليغ عن واحده بتصرخ، وبيشوف المفتاح اللي كانت خدته من براين، وبيعرفوا انهم اتصلوا على زوج القتيله وانه هيوصل في اول رحله. وبيكون دوستر ماسك تليفوناتهم وبيشوف الرساله اللي اتبعتت لبراين، وبيجرب المفتاح اللي كان في شنطتها وبيلاقي مفتاح شقه براين، وبيفتح كيس الخبز وبياكل منه وبيقول لهم انه لسه دافي ما بردش. وبيكون صديقه وسام قاعد قدام التلفزيون وبيشوف الاخبار بتتكلم عن براين اللي قتل زوجته السابقه، لكن بيجي له اتصال وبيعرف ان براين هو اللي على الخط، فبقول له ان هو موجود على الاخبار، وبراين بيقول له انه ما عملش كده، وسام بيعرفه ان هو مصدقه وبيطمن عليه، فبقول له انه هيروح المخبأ السري بتاعه وبيقفل الخط. وبيروح دوستر للمكان اللي اختفى فيه، وبيكون المسدس اللي كان مع براين لسه على الارض، فبيسال الضابط اللي كان بيجري وراه وقال له ما حاولش يضرب عليك نار، قال له لا خالص. وبيشوف اثار لايده على عربيه واقفه وبيطلب منهم انهم يحركوها، وبيشوف دوستر الفتحه اللي هرب منها براين، وبيعرف انه هرب من انابيب الصرف. في الوقت اللي بيوصل فيه براين لمصنع قديم مهجور، وبيدخل جوه وبيفتح لوحه الكهرباء اللي بتكون باب للمخبأ السري بتاعه، وبيروح دوستر يقابل ستيوارت وبيساله ازاي كانت علاقه زوجته ببراين، فبقوله انهم متطلقين من فتره كبيره، لكن تركيز براين على بنته بيخليه يقرب اكتر من ليني. وبتنزل كيم وبتسال ليه بيفتشوا في اغراض امها، ودوستر بيعرفها بنفسه وبتاسف لها عن الفوضى، لكن ده جزء من شغلهم لانهم ممكن يلاقوا شيء يفيدهم في حل القضيه، وبيطلب من رجالته انهم يخلصوا وينزلوا. وبيسالها اذا كان ممكن ان نطرح عليها شويه اسئله، لكنها بتقول ان امها راحت تشوف ابوها وهي ما تعرفش ايه السبب، بس اكيد علشان كانوا بيتكلموا عنها، وبتنهار وبتقول لهم انه مستحيل ابوها يكون هو الفاعل.
وانه كمان مستحيل انه يأذيها لانه كان دايما بيحبها. وبيكون واحد من الضباط حاط لها ميكروفون في الجاكيت بتاعها اللي بتاخده منه وبتمشي وبتطلع لغرفة امها وبتبكي على فراقها. وبياخدوا ستيوارت علشان يشوفوا الجثة وبيكون هو كمان منهار. وبيتكلم مع دوستر وبيقول له ان براين كان مسؤول حراسات وانه مقاتل غير عادي. فبقول له بتفهمني يعني ان هو خطر؟ قال له لا خالص، بالعكس، براين كان بيحب ليني وبنته وكان بيحميهم باي شكل من الاشكال، لكن انا اقصد اعدائه لانه كان عنده كتير منهم. ودوستر بيفهم قصده ايه. وفي الوقت اللي بيخرجوا هما من المشرحة بيدخل براين من غير ما حد ياخد باله وبيطلع جثتها وبيشوفها وبيبص عليها بصة الوداع. ودوستر بيكلم رجالته بيعرفهم بكل التفاصيل عن براين من وقت ما التحق بالقوات الخاصة، وانهم ما يملكوش عنه اي معلومات غير اللي قالها بس، وان افضل طريقة للايقاع بيه هي بنته. وبيطلب منهم انها تكون تحت المراقبة 24 ساعة في ال 24 ساعة، ويراقبوا كمان كل اتصالاتها. وبيطلب منهم انهم يحجزوا على عربية براين وكمان عربية ليني علشان يشوفوا الاماكن اللي راحوها في الفترة الاخيرة. وفعلا بيحجزوا العربيتين، لكن براين بيكون موجود في شنطة العربية بالفعل وبينزل منها وبيدخل عربية ليني وبيحمل كل الاماكن اللي راحتها من الGPS. وبيكون في 2 من الضباط رايحين على العربية لكنه بيختفي في اخر لحظة، وبيروحوا بيشوف الاماكن اللي راحتها كلها، لكن بيلفت نظره انها راحت لمكان بعيد عن المدينة. وعلى طول بيروح على هناك واللي بيكون عبارة عن محطة بنزين، وبيدخل الريست بتاعها وبينتحل صفة ضابط شرطة، لكن الموظفة مش بتفيده في حاجة حتى بعد ما بيوريها صورة ليني. فبيبص على كاميرات المراقبة وبيروح للمسؤول عنها وبرضه بيعرف انه من الشرطة، وبيطلب يشوف تسجيل الكاميرات. وفعلا بيراجع التسجيلات، لكنه بيشوف رجالة دوستر وصلوا للمحطة، وبيشوف عربية ليني لما وصلت وبتدخل الشرطة وبيسألوا نفس الموظفة إذا كانت شافت اللي في الصورة ولا لا. فبتقول له صاحبك كان هنا من شوية وسألني نفس السؤال وقلت له لا، فجاب لها صورة براين وقال لها هو ده؟ قالت له هو. وعلى طول بيجري وبيروحوا يدوروا عليه، وبيكون هو لسه بيتابع التسجيلات، وبيشوف ان في حد خطفها وخدوها جوه عربية تانية. لكن بيدخل عليه رجالة دوستر وبيقولوا له يسلم نفسه، بس بيكون مش مهتم غير بالوشم اللي على ايد اللي خطف مراته. وفي الاخر بيرفع ايده بيسلم نفسه، وبيقيدوه بالكلبشات وبياخدوه، وبيطلعوا بره وبتكون عربية الشرطة وصلت وبياخدوه فيها وبيبداوا يتحركوا بيه، وبيبلغوا دوستر انهم قبضوا على براين. فبيتصل على غراسيا اللي بيعرفوا انه قبض عليه بكل سهولة وانه ما طلعش خطر زي ما بيقولوا عليه ولا حاجة. وبيسأله هو راكب في اي عربية، قال له عربية تانية ماشية ورانا. لكن دوستر مش مرتاح للحوار انه يمشي كده، وبيقول له يوقف العربية ويأمنوه اكتر من اللازم لحد ما يروح لهم بالدعم. وبيبقى براين بيطلع اداة معدن وبيحاول يفك كلبشاته، والظابط اللي سايق بيقول لزميله انهم قلقانين وعايزيننا نستنى لحد ما يجيبوا دعم. وبيبقوا كلهم مش مقتنعين برد فعل دوستر اللي مكبر الموضوع على الاخر. وبيكون براين فك نفسه خلاص وبيضرب الرجاله وبياخد مسدس واحد منهم وبيرميه بره العربيه، وبيهدد اللي سايق بالمسدس، وبيبتدوا يلوشوا في كل عربيات الشرطه اللي ماشيه معاه، وبيفقدوا السيطره على العربيه اللي بتطير وبتعدي الناحيه التانيه من الطريق، وبيمشوا عكس الاتجاه وبيحصل قلق على الطريق. وبيعدوا من عربيه نقل قفلت الطريق بالعافيه وبتقف العربيه بيهم، وبينزلوا وبيضربوا عليه نار لكنه بيكمل وبيهرب. وبيكون الطريق كله اتقفل وبيقفوا، وبينزل الشرطي اللي كان معاه وبياخد منه جهاز اللاسلكي والموبايل بتاعه وبيمشي. وبيروح دوستر وبيركب المروحيه عشان يلحقهم، وبيركب براين فلاشه في جهاز الشرطه وبيحمل حاجه، لكن بتشوفه عربيات تانية من الشرطه وبتطرد وهو بيحاول يهرب منهم باي شكل. وبيشوفهم دوستر وهم بيحاولوا يوقفوا براين باي شكل وبيضربوا عليه نار بالعبيط، لكنه بيدخل جراج وبيطلع فوق وبتطلع وراه عربيات الشرطه. وبيكون براين خلاص حمل اللي هو عايزه، فبيرجع بظهره وبيتجه للاسانسير، وفعلا بتقع العربيه في بير الاسانسير وبتنزل تحت، وبيخرج من العربية في آخر لحظة قبل ما تنفجر. وبيشوف دوستر كل اللي حصل، وبيرجع لمبنى الشرطة وبينزل من الطيارة، لكن تليفونه بيرن وبيكون اللي بيتصل عليه هو براين اللي بيقوله دلوقتي انت بقيت عارف انا اقدر اعمل ايه. وبيعرفوا انه بريء وانه في خلال يومين هيوصل للي عمل كده وقتل ام بنته وورطه فيها. ودوستر بيقوله ده شغل المحكمة، لكن شغله هو انه يقبض عليه ويسلمه وبعد كده القانون ياخد مجراه. قال له يبقى معاك ربنا، وبيقفل السكة وبيرمي التليفون في باص هيتحرك. وبيروح وبيشوف الفيديو اللي حمله براين على الشبكة بتاعتهم، وبيشوف ليني وهي بتتخطف وبياخدوها في العربية السوداء، وبيطلب الفن المختص بتعديل الفيديو علشان يشوف تفاصيل العربية اكتر. وبيرجع براين للمقر السري بتاعه وبيلاقي صديقه سام مستنيه، وبيقول له اكيد انت كنت السبب في البهدله اللي على الطريق السريع. وبيحكي له براين كل اللي حصل من وقت ما ليني بعتت له رساله، وبيعرفوا انه حمل كل سجلات مكالماتهم من شبكه الشرطه، وطلب اخير وانه هو عايز يحضر الجنازه. فقالوا ان دي صعبه لكن اكيد هيوجدوا طريقه. وبيجي وقت الجنازه وبتكون كيم واقفه حزينه وستيوارت بيحاول يواسيها، وبيكون سام وكل اصدقاء براين موجودين، وكمان دوستر وكل رجالته برضه موجودين، وراقبوا الجنازه تحسبا لظهور براين.
وبيشوف اصدقاء براين وهم بيواسوها وبيحاول يسمع هم بيقولوا ايه وبيصوروا كل اللي بيحصل. لكن فجأة بيحصل تشويش وبيلاقوا صعوبة في انهم يسمعوا هما بيقولوا ايه. وبيضحك دوستر وبيقول الناس دي مش عايشة حياة البشر العاديين خالص. وبيقرب سام من كيم وبيواسيها وبيقولها ان ابوها هيتواصل معاها وبيطلب منها تعمل اللي بتعمله كل يوم بالظبط بدون اي تغيير، لكن المشروب اللي بتشربه هيكون رقمه 5. وبيعرفها انه شايفها وبتسلم عليه وهو كمان بيسلم عليها، وكل واحد بيمشي وبيروح يشوف مصلحته. ودوستر بيقول لرجالته كنت عارف ان مش هستفاد حاجة من حضور الجنازة، ولو لسه مكمل معايا لحد دلوقتي ما تنساش تدعمنا بلايك وتشترك بالقناة. وبتصحى كيم تاني يوم وبتشوف ان في عربية شرطة واقفة قدام البيت، وبتنزل تسأل ستيوارت عن سبب وجودها، فبتلاقيه هو كمان جايب جارد لحراسته. فبقول لها ان عربية الشرطة موجودة لاجراءات احترازية مش اكتر، اما الجارد اللي موجود فهو للحماية من اي شيء ممكن يحصل زي اللي حصل لامها. وبتسيبه وبتمشي علشان تروح كليتها، وغراسيا بيمشي وراها وبتروح زي كل يوم وتقف قدام ماركت وبتدخل تجيب المشروب بتاعها، لكن المرة دي بتاخد رقم 5 زي ما سام قال لها، وبيكون مكتوب عليها تشربها فورا. وفعلا بتفتحها وبتشربها وبتخرج من الماركت وبترمي العبوة في سلة المهملات، وبتركب عربيتها وبتكمل طريقها. وبيتابع دوستر تحركاتها من غراسيا اول باول، وبيعرفوا خط سيرها كله من وقت ما خرجت لحد ما وصلت الماركت وكملت للجامعه. وبيكون دوستر قاعد في نفس المخبز اللي كان براين جاب منه يوم الحادثه، وبيبص على الساعه وبيبتدي ياكل وبيكون لسه دافي زي ما كان داقي الخبز اللي براين جايبه. فبيقوم وبيمشي، وبتكون كيم في المحاضره لكنها بتحس ان بطنها وجعاها، فبتقول لزميلتها انها هتروح الحمام. وبيكون غراسيا سامع كل حاجه، فبينزل من عربيته وبيروح يشوف هي بتعمل ايه. في الوقت اللي بيكون دوستر وصل الماركت وبيسأل صاحبه اذا كان يعرف كيم ولا لا، قال له طبعا عارفها، وبيعرفوا انها بتيجي كل يوم وبتاخد نفس المشروب، لكن اليوم شربته قبل ما تمشي، ممكن تكون كانت عطشانه او حاجه. وبيخرج دوستر وبيشوف سله المهملات وبيطلع منها علبه العصير وبيقرا اللي مكتوب عليها، وبيتصل على غراسيا اللي بيقول له انها دخلت الحمام، فقال له اتصل بالدعم فورا وهو هيحصلوا على هناك. وبتدخل كيم الحمام وبراين بيكون موجود وبيشاور لها انها ما تتكلمش، وبيفتش هدومها وبيخرج الميكروفون منها وبيغطيه عشان الصوت ما يطلعش، وبيديها دواء وبيقول لها ده هيضيع اثر الدواء التاني اللي كان حاطه في العصير. وبيسلم على بنته اللي بتكون منهاره وبتعرف ان امها وحشتها، وهو كمان بيوعدها انه هيلاقي اللي عمل كده، وبيقول لها ما تقلقش عليه. وبيوصل دوستر للجامعه وكمان الدعم بيكون وصل، وبيجروا على مكان الحمامات. وكيم بتقول لابوها ان ستيوارت بقى بيتصرف تصرفات مش طبيعيه، وبتعرف انه استاجر جارد يحميه، ودايما زي ما يكون خايف من حاجه، لكنهم بيسمعوا صوت بنات دخلوا الحمام، فبيرجع الميكروفون زي ما كان. وغراسيا بيقرب وبيكون شايل مسدسه وبيدخل الحمام وبيخرج البنات، وبيكسر باب الحمام اللي جواه كيم وابوها، لكنه بيلاقيها قاعده وبتشتمه كمان علشان تهجم عليها. وبيوصل دوستر وغراسيا بيقول له خلاص هو هرب. وبيكون براين لسه جوه الجامعه وبيوقفوا واحد من الامن لكنه بيضربه على السريع وبيكمل. وبيشوفوا دوستر وبيجري وراه لكنه بيرمي قنبله مزيفه في غرفه فاضيه وبيضرب انذار الحريق، وكل الطلبه بيخرجوا وبيحصل حاله فوضى. وبيقف دوستر ورجالته وبيكون براين اتبخر من المكان، وبيرجع وبيقعد قدام كيم، فبيعرفها انه ممكن يعتقلها لعرقله التحقيقات، فبتقول له وانا تحت امرك، لكنه بيقول لها وانا مش هعمل كده. فبتساله اذا كان ينفع تروح ولا لا، فبقول لها اتفضلي مع الف سلامه. فبتسيب له الميكروفون اللي كان في هدومها وبتشكره وبتمشي، وبينه وبين نفسه بيقول ايه العيله دي. وبيظهر ستيوارت وهو بياخد شنطه مليانه فلوس وبيخرج من شركته وبيركب عربيته، وبيكون معاه حراسه مش طبيعيه، لكن براين بيكون ماشي وراهم وبيراقبه، بس اللي ما بيكونش عامل حسابه ان في عربيه تانية بتيجي من وراه وبتصطدم بيه وبتطرده، وبيحاول انه يهرب منها على قد ما يقدر، لكنها بتطرده بكل شراسه لحد ما بيفقد السيطره، والعربيه التانية بتزقه علشان ترميه من فوق الجبل. وفعلا بتقع العربيه من فوق الجبل وبتتدمر، واللي في العربيه بينزلوا وما بيستكفوش بانها اتقلبت، فبيرموا عليها قنبله وبتنفجر عربيه براين. وبيرجعوا يركبوا عربيتهم وبيمشوا، لكن عربيه تانية ماشيه على الطريق بيتفاجئ السواق بتاعها ببراين وهو بيقطع عليه الطريق بالمسدس، وبيطلب منه بكل ذوق انه يوصله، بس هو اللي هيسوق. وفعلا بيركب العربيه وبيمشي بيها، وبيوصل اول ريست على الطريق وبيلاقي العربيه اللي كانت بتهاجمه، وبيكونوا رجاله جوه الماركت بيجيبوا حاجه يشربوها، لكن براين بيضرب اول واحد وبيفقدوا الوعي، وبيشوفوا 2 تانيين وبيخرجوا مسدساتهم وبيدوروا مين اللي عمل كده في زميلهم. وواحد منهم بيدخل يشوف المخزن، لكن براين بيهجم عليه وبيمسك المسدس منه، وبيخرجوا بره المخزن وبيصيب التاني اللي كان بره، وبيفضل يقتل في اللي ماسك فيه حتى صديقه المصاب بيتدخل، لكن براين بيسمع لهم كل اللي حافظه وهو في القوات الخاصه، ويروق على الاتنين وبيفقدهم الوعي. وبيمسك المسدس وبيدور على كبيرهم اللي بيكون هو كمان ماسك مسدس وبيستعد لبراين، والاتنين بيفتحوا النار على بعض وبيقتلوا ازاز الخمره اللي على الرف، لكن في الاخر بيتواجهوا وكل واحد بيرمي المسدس اللي مع التاني وبيشتبكوا مع بعض.
ورغم ان القاتل ده محترف واصغر من براين في السن الا ان براين بيعلمه الادب وبياخد منه المسدس وبيساله مين اللي بعته او بيشتغل لصالح مين، لكنه بيرفض يقول له وبيفضل انه يقتل نفسه عن انه يقول له اي حاجه. وبيكون هو ده صاحبنا اللي داقق الوشم على ايده وخطف ليني. وبيبقى ستيوارت قاعد في فيلته الخاصه لكنه بيتفاجئ بحد ماسك له مسدس وبيضربه وبيفقده الوعي وبيفوق وبيلاقي نفسه متأيد. وبيكون براين هو اللي مأيده وبيرميه على الارض وبيحط قطعه قماش على وشه وبيرمي عليه ميه علشان يعذبه. لكن ستيوارت بمنتهى الغباء بيقول له انت خرجت من الحادثه ازاي؟ فبقول له انا كنت عارف ان انت ورا الموضوع كله. وبيرجع يعذبه تاني لما بيحس انه بيغير في الموضوع. فبقول له اسم مالينكوف وبيساله براين بيقول له مين مالينكوف ده؟ قال له انا مديون له بمبلغ كبير وتوعد انه يقتل عيلتي كلها لو ما دفعتش الفلوس اللي عليا. قال له طيب وما قلتش ليه كده للشرطه بدل ما اكون انا المتهم؟ قال له لان ليني كانت بتحبك وانت كمان كنت لسه بتحبها وكانت عايزه تطلق علشان ترجع لك. قال له طيب ليه بعد ما قتلوها بيحاولوا يقتلوني انا؟ فرد ستيوارت وقال له علشان انا عرفتهم انت مين وايه اللي تقدر تعمله معاهم. قال له طيب بص يا برنس انت هتروح للشرطه وتحكي لهم على كل حاجه. قال له ما اقدرش لان لو اتحركت خطوه هيموتوني. قال له مش هيستفادوا حاجه من موتك غير ان فلوسهم هتروح عليهم. وعلى طول بيفكر في كيم اللي ممكن يأذوها بسببه في الوقت اللي بتكون كيم قاعده في بيتها، لكن بيجي سامو بيهدد الشرطي اللي قاعد في مراقبتها وبيقول له يؤيد نفسه. ونفس الشيء بيحصل مع غراسيا وبيجي واحد من اصدقاء براين وبرضه بيقول له يؤيد نفسه وبيخبط الباب بتاع البيت وبيفتح الشرطي اللي موجود ومعاه واحد تاني، لكن براين بيهجم عليهم وبيضرب الاتنين وبياخد منهم السلاح. حتى التالت اللي كان بيعمل حاجه يشربوها بيتراوق وبيمدد جنب اخواته. وبتنزل كيم وبتشوف ابوها اللي بيقولها تروح معاه بسرعه وبتشوف اصحابه كلهم موجودين وبتسالهم هنروح فين. فبيرد عليها ابوها بيقول لها لازم نأمنك من اللي قتل امك. وبيجيب دوستر سجلات اصدقاء وبيعرفهم ان الناس دي محترفه ولو الشرطه اتعاملت معاهم على انهم مجرمين عاديين فالغلبه دايما هتكون للرجاله دي. لكن بيجيب الفيديو بتاع الروسي اللي قتل نفسه وبيقول لهم اكيد انه عمل كده علشان ما يقولش اي معلومات لبراين اللي واضح انه ما كانش في نيته انه يقتله. والواضح كمان ان براين بيبحث دايما عن معلومات لكنه بيكون سابقنا بخطوه. وبيقول لهم انه عايز يعرف ايه علاقه الروسيين بقتل ليني واكيد الاجابه دي هتكون عند الاربعه دول. وبيقول لهم لازم يلاقوهم ويقبضوا عليهم. في الوقت اللي بيكون الرجاله كلهم متجمعين في مقرهم السري ومعاهم كيم وستيوارت وبيسألوه عن الروسي اللي اسمه مالينكوف. فبقول لهم انه خدم في الجيش الروسي لكنه اتجه لعالم تاني خالص وكان دايما بيحاول يثبت انه الاقوى لحد ما اتعرف عليه في صفقه مشبوهه للسلاح. لكن ستيوارت خسر مبلغ كبير في البورصه وطبعا مالينكوف مالوش فيه وبيبقى عايز فلوسه. وبتسمع كيم اللي بيقوله ستيوارت وبتقول يعني امي ماتت بسبب صفقه مشبوهه تبعك وبتقوم وبتبقى عايزه تضربه لكنهم بيحاولوا يهدوها. وبران بيقول له اتصل عليه وقول له انه فلوسه جاهزه وفعلا بيتصل ستيوارت عليه وبيعرف ان المبلغ جاهز معاه. فقال له انه يقابله في المبنى اللي في وسط البلد خلال ساعه. وبيشرح ستيوارت لبران نظام الامن اللي في المبنى اللي ساكن فيه وبيعرفوا انه له مصعد خاص لوحده وان الجردات اللي مشغلهم زي الرز وان مفيش دبانه تقدر تعدي من غير ما تتكشف. وبيدخل سامي المبنى على انه عامل توصيل اساس وبيدخل ورا ستيوارت وبيعرف الامن انه عنده موعد مع مالينكوف وبران بيكون معاه في نفس العربيه. لكن بيجي لستيوارت تليفون من دوستر اللي بيبلغه ان بران خد بنته من البيت عنده وايد رجالته وهرب وبيسالوا عن مكانه. فقالوا ان في اجتماع شغل في شركته وانه هيكون عنده في خلال ساعه وبيقفلوا الخط. لكن دوستر بيكون مش مرتاح له وبيطلب من رجالته انهم يعرفوا فين مكان تليفونه. وسام بيقول لهم انه لو عرف انه مش موجود في شركته اكيد هيجي على المكان اللي موجود فيه. فبيسالوا براين وبيقول له ممكن يكون قدامهم وقت قد ايه؟ قال له اقل حاجه 30 دقيقه. قال له هنكون خلصنا ومشينا. وبتيجي الصوره بتاعت عمليه خطف ليني وغراسيا بيقول له ان ستيوارت كذب وبيعرفوا انه موجود في وسط البلد وفعلا بيتحركوا على هناك. وبيبدا بران في تنفيذ الخطه وبيقول لستيوارت انه مش عايز فزلكه علشان لو ده حصل هو اللي هيقتله بنفسه. وبيجي اتصال لدوستر وبيعرفوا ان ستيوارت كان مأمن على حياته وحياه زوجته بمبلغ 20 مليون دولار في الوقت اللي بيكون وصل فيه للاسانسير الخاص بتاع مالينكوف. وبيقول لهم ان عنده موعد معاه وبيفتشوه وبيشوف براين اللي بيحصل. وبيكون سام دخل على نظام الكاميرات والامن اللي عامله مالينكوف وبيبلغ الامن ان ستيوارت تم تفتيشه وانه هيركب الاسانسير. وفعلا بيفتحوه وبيدخل ستيوارت وبيكون خلاص سام ركب على كل الكاميرات وبيتحكم فيها من عنده. وبيجي براين وبيسحق الرجاله اللي واقفه وبيطلع ستيوارت وبيدخل هو الاسانسير وبيبقى الامن شايف ستيوارت هو اللي في المصعد. وبيبقى الرجاله بتوع مالينكوف عاملين حفله على الضيق وبيعطلوا الكاميرات خالص في الوقت اللي بيخرج فيه براين اللي بيضرب الامن اللي واقف وبيقضي عليهم في السريع. وبيحس الرجاله بقلق وبيخرجوا بالسلاح وبيبقى ضرب النار بغباوه. لكن براين بيعرف انه يخلص نفسه بهدوء وبيكمل
وبيقضي على رجاله مالينكوف واحد ورا التاني لحد ما بيخلصهم، وبيدخل شقته. لكن مالينكوف ما بيدولوش فرصه وبيفتح النار عليه، بس براين بيشوفه واقف فين في المرايه وبيضربه بالنار، وبيقع مالينكوف على الارض. لكن الغريب انه بيساله هو مين وبيحاول يقتله ليه. قال له انا هنا علشان قتلت مراتي وبتحاول تقتل بنتي. قال له يبقى اتضحك علينا احنا الاثنين، لان ستيوارت هو اللي خلاه يقتل ليني علشان يصرف التامين ويدفع له الفلوس اللي عليه، ودلوقتي فهمك ان عايز اقتل بنتك عشان انت تقتلني، ويبقى كسب من كل النواحي. فبيسيبه براين وبيمشي، وبيموت مالينكوف في الاخر. في الوقت اللي بيخطف ستيوارت مسدس وبيضرب سام بالنار وبياخد كيم، وبيكون براين سامع كل حاجه، فبياخد مفاتيح عربيه مالينكوف وبينزل. وستيوارت بيركب كيم عربيته وبيخرج بسرعه من المبنى، وبتوصل الشرطه وبيشوفوا سام وبيعرفوا انه لسه حي وبيطلبوا له الاسعاف، وبيطلعوا فوق وبيشوفوا المجزره اللي كان عاملها براين اللي بيحاول انه يخرج من المبنى من غير ما حد ياخد باله، وبيركب عربيه مالينكوف وبيطير بيها. وبيتصل ستيوارت بالمطار علشان يجهزوا له طياره خاصه، وبيتصل دوستر على غرفه العمليات وبيديه رقم البورش اللي راكبها براين، وبيقول له عايز يعرف خط سرها ولو فيها تليفون يوصله بيه، وفعلا بيحددوا مكانها. وبيتصل دوستر على براين وبيقول له انه عرف الحقيقه بعد ما اكتشف موضوع التامين وعلاقه ستيوارت بالجماعه الروس اللي خطفوا زوجته، وبيطلب منه يوقف كل اللي بيعمله ويسلم نفسه وهم هيشوفوا شغلهم. قال له مستحيل اسيب بنتي في خطر، وبيقفل الخط. وبيوصل ستيوارت للطياره وبياخد كيم، وبيكون براين محدد مكان تليفون بنته، وبتبدا الطياره تتحرك، وبراين بيسابق الزمن علشان يلحق بنته. وبيشوفوه هو بيقتحم المطار بعربيته، وبيخاف ستيوارت. لكن قبل ما تقلع وفي اخر لحظه بيصدم براين الاطار الامامي للطياره اللي بتتصاب وما بتطيرش، وبيحاول براين انه يسيطر على عربيته على قد ما يقدر، وبتقف الطياره وستيوارت بيمسك مسدسه وبيهدد كيم، وبيخرجوا علشان يلاقوا براين مستنيه، وبيضربوا بالنار وبيبعدوا عن بنته. وبيفضل يضرب فيه على كل اللي عمله من وقت ما اتفق مع الروس على قتل زوجته وتلفيق التهمه بيه، وبيبقى عايز يقتله، لكن كيم بتقول له يسيبه للقانون احسن. فبيضربه وبيفقدوا الوعي، وبتروح كيم وبتحضن ابوها، ودوستر بيقول له انا عارف من الاول انك بريء من وقت ما اكلت الخبز اللي كنت جايبه ولقيته لسه دافي. وبيقوم وبيسلم عليه. وانت لو عجبك ملخصنا للفيلم ما تنساش تقول لنا رايك في التعليقات علشان اكيد ده يهمنا، وتدعمنا بلايك وتشترك بالقناه وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد.